بغيتو بحال هاد ميني طورتيلات صغار بقاو غير مع الفيديو وغادي ينجحوا معكم ان شاء الله بعجينه سحريه ولذيذه. شوفوا الداخل ديالها الحشو كي داير وشو كي كتجي مجعبه وخفيفه وحسن من الطورتيه ب1000 درجه. والبنه ما نقولش لكم عليها البنات، بقاو غير مع الفيديو غتعرفوا الطريقه والمقادير. 250 غرام ديال الدقيق اللي مغربل بطبيعه الحال، حطيته هنا في البو. غندير واحد الحفره. غنبداو بالنواشف. اول شيء غادي ندير 2 معالق ديال السنيده، ساهله هاد العجينه. ثاني شيء غنديرو كيس ديال البيكين باودر خميره، ثلاثه المعالق ديال زيت المائده، صافي. وغادي نخلطوا هذا الشيء كامل بالفوي بهذا الشكل هذا. في هذه المرحله غنبداو نجمعوا بالحليب حتى كتجمع لينا العجين. القوام ديالها كيكون بحال الشكل ديال المسمن. بغيتو تجمعوا بالماء جمعوا، ولكن من الاحسن بالحليب باش كتجي رطبه. هي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت لينا دابا غادي نجبدها ونبداو نديروا بها قريصات. انا راه كنوريكم بايد ونصايب بايد. غندير قريصات غير صغيورين البنات، هانتوما قد هكا تقريبا. بالنسبه للحشوه البنات عندي هنا نصف كيلو ديال صدر الدجاج، وعندي هنايا البصله اللي شلطتها تقريبا 2 بصلات كبارين. غادي نضيفوا لهم العطريه فيها البزار والخرقوم والمليحه وشويه ديال القرفه. وغادي نضيفوا لهم لا موطارد معلقه كبيره تقريبا. وغادي نضيفوا لهم رشيشه ديال الزيت وغنديرهم فوق البوطه يتقلاو تقريبا 3 المعالق هكا ديال زيت المائده. هذا الحشو هذا راه كيجي لذيذ بزاف وبنكهه مختلفه. بالنسبه للماغيناد عندنا هنايا معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه ديال التحميره، ومعلقه 2 معالق كبار ديال المعدنوس، معلقه صغيره ديال الثومه صافي. وغادي نزيدوا عليهم واحد الرشه ديال زيت المائده باش تماري لينا هذه الزبده بحراره المطبخ صافي. وغادي نحاولوا نخلطوا هذا الشيء كامل. كناخذوا دابا الكره ديالنا ونسرحها بحال هكا. كتجي خفيفه هاد العجينه البنات ورطبه على هذا الشكل. كويرات راه صغار بزاف، نديرو بحال هكا باش ما تجيناش معجنه من الداخل. نحاول نبعد لكم شويه باش تبان لكم مزيان. صافي كناخذوا ديك الماغينات ديالنا. اول شيء كندهنوها هنايا اللي درنا في الاول صافي. من بعد كناخذ الحشو ديال الدجاج كنديروه هنايا الوسط. هكا صافي. وكناخذ الفرomاج كنديرو هكا من الفوق. كنطوي هاد الجهه على هاد الجهه، كنحاول نقرص هكا، وهاد الجهه على هاد الجهه حتى هي كنسدوها بحال هكا صافي. وكنبقاو نلويو هكا. كنطوي هادي من هنا ونبقى غادا وكنلوي على هاد الشكل هذا صافي حتى ديرنا بحال هاد الشكل هذا. ونسد مزيان الجوانب وندهن عاوتاني بهاد لا ماغيناد اللي درنا من الفوق صافي. ونديرهم في اللاطه